ماشي كيستيون غير ديال المنافس. كان واحد القضيه، هذاك السيد اللي تيعطيك دوك لي شيفر اللي تيربح هذا راه ماشي تيكذب عليك، راه كاينين دوك لي شيفر وكاين كثار من داك الشيء. راه باقي غادي نهضروا على لانفورماتيك كلها في هذا الكوتي، يعني الجانب المادي والجانب الغونطابل، يعني المردوديه غادي نهضروا عليه. سي سفيان، مرحبا بك في مي ديسكوسيون. الله يحفظك، صافي بليزير دو تو ريسيفوار. سي سفيان، نجيك من الاخر، فين واصله لا ديجيتاليزاسيون في المغرب وكيفاش غاديه لا ديجيتاليزاسيون في المغرب؟ دونك اخويا مهدي، باش نجاوبوا على السؤال حنا نجاوبوا جواب مباشر. حيت هو ما يمكنش يكون عندك معطيات رسميه، ما كاينينش باش تقلب وهذا، ولكن حنا غادي نهضروا من خلال التجربه ديالنا، وغادي نحاولوا نهضروا بواحد لو لونغاج، واحد اللغه اللي يفهمها لي زادوليسون، يعني المراهقين يفهموها، الاباء يفهمها كل شيء، لانه بزاف ديال الاسئله تطرح بالضبط في هذه المساله هذه. دونك بالنسبه للرقمنه، تنهضروا على الرقمنه، يعني تنهضروا على الاستعمال ديال الانفورماتيك في الحياه اليوميه، الاستعمال ديال الاجهزه الرقميه في الحياه اليوميه، الاستعمال ديال الادوات الرقميه في الحياه اليوميه. دونك باش نجاوب على هذا السؤال هذا، دونك ونكونوا واقعيين، المغرب يلا دار لي بروميي با ديالو، يلا يبدا في الرقمنه، لانه كاين الناس دابا اللي عندهم فكره مغلوطه، تيشوفوا هذا الانفجار المعلوماتي اللي واقع. ربما لان المغرب واحد من الرائدين في افريقيا بتاتر. وي لانه ما يمكنش تعاود نقولوا راه يلا دار لي بروميي با، يعني راه معطل. راه تنهضروا مقارنه معها راه تلقى المغرب راه تري افونسي. دونك هادشي بغيت نقول لك جوج الحوايج، انه المغرب راه يلا دار لي بروميي با، يعني باقي بزاف ما يدار في الدومين هنا في المغرب. وباقي غادي نجيو هذه المساله هذه، سورتو الناس اللي تيفكروا بزاف في الانفورماتيك وانتريسي بالدومين التجاره الالكترونيه وكاع هادشي اللي نجاوبوا عليه. وفي نفس الوقت ما تنقولش انه راه معطل، راه ما داير والو، راه داير لي بروميي با، ولكن انت الا بديتي الخدمه غادي تلقى راسك انك مقارنه مع الدول الاخرين راك سانكرونيزي، راه كوميم زعما ماشي موفر لك كل شيء. الا مشيتي دابا سولتي الناس اللي تيديروا التجاره الالكترونيه، اللي تيديروا هذا الفريلانس، اللي تيديروا اي حاجه عندها علاقه، غادي تلقى انه تيقول لك في الخدمه ديالو مع الناس على برا، غادي تلقى انه سانكرونيزي، ما تيلقاش مشاكل في لاكسي الانترنت، ما تيلقاش مشاكل في لاكسي الادوات باش يخدم، يعني مساله عاديه. ولكن ملي تنجيو للحياه اليوميه نشوفوا الرقمنه فين تتبان في الحياه اليوميه، غادي يبان لك فريمون انه راه باقي يلاه بادين peut-être في les institutions par exemple. شوف، نبداو اخويا مهدي بالحياه الرقميه على مختلف لي نيفو. نبداو بالحرفيين، الناس اللي لتحت كاع، كيفاش تيستعملوا الانترنت حاليا، ونبقاو طالعين حتى لي زونتربريز ولي غروند زونتربريز. غادي تلقى ان اغلبيه فينا راه تيستعمل حاليا الرقمنه اوبليجي. وعلاش قلت لك هذه المساله؟ انا بغيت نجيك واحد المساله مهمه، انه الرقمنه والانفورماتيك فارضه راسها على كل شيء، فارضه راسها على لي زانديفيدو، الناس عاديين، وفارضه راسها على لي زونتربريز، وفارضه راسها حتى على الدوله والحكومه، فارضه عليهم راسها. كيفاش؟ نعطيك مثال بسيط. الا مشينا دابا للحرفي عادي، يعني هذاك الشخص اللي تيزاول واحد المهنه اللي ما عندوش كاع كونتاكت مع الوثائق، ما عندوش كونتاكت، ولكن غادي تلقى الا سولتيه واش تقدر تحيد واتساب دابا، غادي يقول لك لا، صعيب عليه. واحد لا ماجوريتي غادي تلقى انه، وتتلقاه بوتيت ما عارفش كاع يستعمل مزيان هذا، ولكن تيقول لك انا اوبليجي، راه الخدمه تجيني تما، راه الناس تيتواصلوا معايا تما، راه بارفوا تيصيفط لي شي واحد وتنصيفط ليه انا لي شونطيون ديال الخدمه اللي درت تما. دونك ما هو اللي اوبليجي، لقى راسو انه ضروري يستعمل بار لا فورس دي شوز، خاصو يستعمل، خاصو يستعمل. وتزيد طلع حتى الفئه الطبقه المتوسطه، الناس ديال الادارات، الموظفين، الاجراء اللي خدامين في الشركات، حتى هما راه اوبليجي انهم يستعملوا هذا
ما غاديش الخلاص بالكاش دابا وبلونفلوب وشد السيرفيس الشركات هذا راه بداتي ديمودا راه تيدي الوقت للشركات ويدي لك انت اكسترا والكونتاكت ديال الادارات مع الموظفين ديالها وهذا ولا اوبليجي انه تستعمل الجيميل تستعمل واتساب تستعمل يعني دي شوز اللي فاردين راسهم. كان لو شوا ديالك انه ما تستعملش مثلا غادي تختار انه ما تستعملش. انا باش في هذه الاداره هذه ولا في هذه الشركه اللي خدام فيها انا ما عنديش واتساب ما عنديش جيميل ما بغيتش نستعمل هذا لو شوا ديالي ولكن غادي تلقى راسك منعزل وهذا هو المبدا باش تسوقوا الشركات اللي تيخدموا في السوفتوير يعني تيخدموا في لي لوجيسيال وزابليكاسيون. هذا هو المبدا باش تيسوقوا المنتوج ديالهم. المبدا هو انه في الاول تنقول لك هاك غير استعمل. فمثلا واتساب نهار بان كانوا الناس تيعانيوا مع لي ميساج ولي فري ديالهم وليميتي شحال كاع بيتصيفط انت في هذا لو ميساج ولو كونتوني اللي بيتصيفط. بان واتساب تيقول لك شارجي 10 دراهم ديال الكونيكسيون صيفط اللي يعجبك. حاول غير يكون عندك صحابك اللي تيستعملوه وغراتوي ما تخلصني انا والو على داك واتساب. ولكن مع الوقت تيولي بحال شي مخدر تتولي انت تلقى راسك خاصك تستعملو. بيان سور لو طون سو موبيليز بزاف. واخا كان فابور وكان كل شيء تيقول لك هذا. دونك هذا هو المبدا هو انه تنحاول نسوق واحد المنتوج المجموعه ديال الناس وباش ما كان هذاك ليفيكتيف ديال الناس كان كثير باش ما هذاك المنتوج تيولي فرض الوجود ديالو. كانت واحد الوقيته اون فاغ ديال الناس كيتعلموا داكشي ديال البيروتيك. لا قلتي كانت اون فاغ ديال الناس تيجيو دي ديبلوم وهذا في دي سونتر ديدوكاسيون بريفي. ما عرفتش علاش ما تطورش الامر بانه يوصل داكشي للهاردوير يوصل الامور اللي هي متقدمه بزاف. شوف بالنسبه كلشي انتريسي واحد الوقيته للبيروتيك. شوف بالنسبه شكون انتريسي للبيروتيك حاليا ما بقاش اختيار ولا خيار ولا مفروض عليك. بقات شي حاجه سميتها واش نمشي دابا لا طاش لا بلو سامبل اللي بيديرها في شي اداره انت خدام في شي بوست راه خصك البيسي. دونك ما بقى هاد المساله ديال نمشي باقي ندوز فورماسيون هذا ما بقاتش ان بلوس ولا راه مفروض عليك. ما يمكنش وراه تشوف بعينيك راه الناس راه تيعانيو في مختلف المجالات. دونك ما تنهضرش على الاداره العموميه ولا الوظائف ما تنهضروا حتى على البريفي. بزاف ما كانش عندك كونتاكت مع لورديناتور مع لي لوجيسيال مع لي زابليكاسيون غادي تعاني بزاف. الشركه اللي بقات متشبته في الطرق التقليديه سواء في التسويق ديال المنتوج ديالها سواء باقي معتمده دوك الطرق التقليديه غادي توقف غادي تلقى راسها انها ترجع للور. دونك شي حاجه اللي خاصنا نعترفوا ونقولوا انه راه فارضه راسها يعني خاص كل شيء يكون. دونك حتى الناس دابا اللي شويه تيفكر دائما في المستقبل يعني لانه حنا دابا كاين جوج فئات. كاين واحد الشخص اللي تلقاه تيفكر غير في ديك اللحظه اللي هو عايشها. ولكن كاين واحد لو جون ديال الناس اللي تيفكروا في المستقبل اشنو اللي خاصنا نبريباري ليه من هنا لقدام. دونك الناس اللي تيفكروا من هنا المستقبل يفكروا في هذا التوجه هذا يفكروا في النيميريك يفكروا في هذيك الخدمه اللي تيدير انه يحاول يديجيتاليزيها تولي شي حاجه رقميه يكون متيقن انه هذيك الطريقه التقليديه باش خدام راه ما غاديش تستمر بزاف. بغى يرجع يرجع واحد 5 سنين للور. يلا رجعتي دابا واحد 5 سنين للور غادي يبان لك انه فعلا هاد الطرق باش اللي كانوا راه بداو تيتحيدوا لا على مستوى التجاره الالكترونيه لا على مستوى لا كومونيكاسيون ما بين الناس لا على مستوى التوصيل ديال هذا. دونك الواحد اللي بغى يفكر في لافينير في المستقبل سواء في الدراسه سورتو راه باقي بينا نوجهوا ميساج الناس اللي مقبلين على الدراسه لي بارون اللي تيفكروا في هذه القضيه ديال الانفورماتيك لانه راه تطرح بزاف في الانترنت. سي فغي بزاف المرات تنصاد في هذه القضيه وما تيكونوش اجوبه باش نكون واضحين راه قليل المحتوى اللي تلقاه تيجاوب على هذه الاسئله هادو ديال
اشنا هي لانفورماتيك. الا بغيت نقرا لانفورماتيك، الناس راه مخلطين لانفورماتيك مع التجاره الالكترونيه مع بزاف ديال الحوايج. راه الناس باقي تيجيو اي حاجه اي حاجه سي د لانفورماتيك. دونك باقي نشوفوا نوجهوا ميساج لهاد الناس باش يكونوا عارفين فين غادي يمشيو. هضرتي على الفئه سي سفيان ديال الناس اللي كيديروا الاي كوميرس بزاف. كتلقى لا ماجوريتي فيهم فيت دابري سكو جو فوا انايا دابري لا بيرسيبسيون ديالي كنشوف بزاف ديال الناس ما عندهم حتى علاقه بلو دومين، ما كيعرفوش شنو كيديروا وكيعتمدوا على دي توتو اللي كاينين في الانترنت من الناس اللي ما كينتميوش للدومين. شوف باش نوضحوا بعدا واحد القضيه السيميدي، التجاره الالكترونيه بوحده، لانفورماتيك بوحده، ما يبقاوش الناس تيخلطوا. شنو هي لا ديستانكسيون؟ كاين اللي تيقول لانفورماتيك تخصص بوحده، والداخل ديال لانفورماتيك كاين عاوتاني تخصصات بوحدهم. والتجاره الالكترونيه هي بكل بساطه تجاره، يعني تجاره اللي تيدير الواحد في محله تيدير، ولكن تتولي الكترونيه. بلاصه ما يكون عندي واحد المتجر اللي انا حاطه حقيقي، حاط فيه المنتجات ديالو، تيولي هذاك المتجر تيولي فيرتوال، يعني محطوط سوغ انترنت. متفقين؟ دونك باش انت تكون ناجح في هذه التجاره هذه، بديهي انا خاصك تكون ناجح في التجاره في الاصل، يعني تكون انت عندك المبادئ ديال التجاره، عندك الصبر ديال التجاره، عندك داك حس المغامره في التجاره، تدخل على افير تشدها وهذا اكسترا. دونك ما كانش عندك نفس المشكل اللي بتلقاه تما غادي تلقاه نيت في وعلاش هذه النصيحه هذه بالضبط ما كنشوفهاش عند لي تويتو اللي تيكونوا سور يوتيوب؟ شوف في يوتيوب ولا في لي تويتو في الغالب انا تنشجعك على التجاره الالكترونيه، ولا تنحاول نعطيك ديجا بعدا واحد القضيه. ما كاينش هذا اللي بيعطيك لو تراجي اللي داز منه، يعني بالضبط يقول لك دير هادي ودير هادي ودير هادي، سينو بتكون منافس له. ماشي كيستيون ديال المنافس، كان واحد القضيه، هذاك السيد اللي تيعطيك دوك لي شيفر اللي تيربح وهذا راه ماشي تيكذب عليك، راه كاينين دوك لي شيفر وكاين كثار من داك الشيء. راه باقي غادي نهضروا على لانفورماتيك كلها في هذا الكوتي، يعني الجانب المادي والجانب الغونطابل، يعني المردوديه غادي نهضروا عليه. ولكن راه ما تيعطيكش الطراجي اللي داز منه، الصبر وتماره اللي كان تيضرب وداك الشيء كامل، هذا ما غاديش يحمسك، ما غاديش تحمس. اكزاكتومون. الا جيت قلت لك راه دوزت واحد 6 شهور وانا تنسهر حتى 3 ديال الصباح وتندير وهذا، وراسي تيضرني وما تلقاش باقي حتى وقيته في هذا، انت تقول مالي على حالتي. ولكن الا قلت لك انت شوف شحال درت في عامين راه دخلت فيها لو شيفر الفلان، بتمشي تتجري حتى انت. والخطير في الامر انه بارفو تنقيديك لواحد لا سورس اللي انا بغيت ندخل منها الفلوس، بمعنى غادي نقول لك سير تسجل في البلاصه الفلانيه، شوف وانا راه تنكون ابوني معاهم ولا شي حاجه. باش المهم دائما انا هذيك لانفورماسيون اللي غادي نعطيك ما غاديش نعطيها لك فابور بكل بساطه، خاص نكون انا مستافد منه، والا منطقيا باش غينفعني انا واحد لا سورس تندخل منها واحد القدر ديال الفلوس، نجي نقول لك اجي انت تدخل ليها. ما يمكنش. كاين جوج احتمالات، يا اما انا ديك لا سورس شبعت منها يعني غادي ندوز لشي حاجه اخرى، يا اما انت غادي تكون وسيله تزيد تدخل ليا المردود ديالي. دونك هذا هو المبدا. ولكن هذاك الشيء باش ما تسموش واش تنكذبوا هذوك الناس ولا هذاك الشيء كاين، سيكزيست التجاره الالكترونيه كاينه، ولكن اللي خاص الناس يعرفوا راه ماشي غير اللي جا بغيت ندير التجاره. راه دابا ولا مشكل اللي تتلقى معك لواحد السلام قول لي على القضيه ديال التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه ماشي بهذه البساطه هذه، يعني تجي تقول ندير التجاره الالكترونيه. دونك سي تاميتي واحد المهنه اللي ضعيف، هذوك اللي تيدخل شويه راه تلقاه ضارب في واحد المده ديال تماره ومشاو ليه فلوس وخسار ورباح والستريس والتجربه وهذا. دونك شتي اي حاجه اخويا مهدي بيديرها كاين قاسم واحد اللي مشترك اللي هو خاص يكون عندك يقين في هذاك الشيء اللي تدير، وتكون انت مستعد تفني حياتك وواحد باركور طويل من حياتك في هذاك الشيء. فو سورتو افوار لا ميتريز. اكزاكتومون. كاينين الناس هضرنا على لي تويتو، كاينين بعض المؤثرين دي انفلونسور اللي كيقول لهم دخلوا لي سيت الفلاني باغ اكزومبل وعطي الخدمات الفلانيه، راه كتمشى هذيك الخدمات بلا ما تكون عنده واحد المعرفه مسبقه على هذوك الخدمات. صافي غير ميم با لا ميتريز. راه هذا الشيء اللي قلنا في الاول، قلت لك انه راه كاينين لا ترادكسيون باغ اكزومبل، كاينين مغالطات
مغالطات تيدوزو في لي فيديو اللي هذاك الشخص اللي انا تندير هذيك لا فيديو تنحاول نحمس بواحد الطريقه مغلوطه. الهدف ديالي انا هو تيكون يا اما المشاهدات يا اما انا بغيتو يمشي لهذيك البلاصه بالضبط اللي تنقول ديالها لانه غادي يكون عندي انا مدخول اضافي منها. دونك هذا هو الخطير في الامر. وفي نفس الوقت الناس راه تيقلبوا على لانفورماسيون. غادي نعطيك مثال اللي قلتي ديال الترجمه ولا الفريلانس، يعني الاعمال الحره بشكل عام في سور انترنت. دونك سا اكزيست، كاين ماشي ما كاينش، ومنه مدخول. يعني كاين مدخول اللي ماشي بالضروره نعطيو الارقام، ولكن مدخول محترم جدا، يعني فلوس تدخل من تما بغض النظر على التجاره الالكترونيه. دونك ما بقيناش دابا تنهضروا على التجاره الالكترونيه قلنا هي واحد المهنه اللي بحال التجاره العاديه، بلاصه ما تكون تديرها في الغيال تتولي تديرها في الفيرتوال. قدر الناس بزاف راه هضروا على هذا الشيء ولي زافونتاج وكيفاش وهذا، دونك بلا ما نضيعوا فيه الوقت. دابا مساله الفريلانس هو تو سامبلومون عاوتاني مهن اللي ممكن يداروا ا ديستون. يعني شي حاجه اي حاجه ممكن نديرها عن بعد تتولي تدار رقميه تو سامبلومون. هذا هو الفريلانس. انا مثلا مترجم، نخدم انا مثلا مترجم بلاصه ما نتلاقى مع الواحد يتلاقى معايا يعطيني هذاك الارتيكل ولا هذاك اللي بغيت ندير ليه انا الترجمه، تنوليو تنتلاقاو في واحد البلاتفورم سور انترنت. هذيك البلاتفورم تتكلف كوم انترميديير كوسيط بيني وبين هذاك الشخص، نقطه الالتقاء. تنتفقوا على الثمن. هذاك البلاتفورم تتكلف حتى ما بين على الخلاص، يعني تضمن لي انا كمترجم، تضمن لي انا غادي نتخلص من عند هذاك السيد، وتضمن هذاك السيد انه راه غادي ياخذ الخدمه ديالو وغادي تعطيه واحد لو ديلي باش يفيريفيها وهذا. دونك هاد البلاتفورم حتى هي تاخذ لابار ديالها. ولي زافونتاج ديما كما تنقولوا، بلاصه ما انت تهز طوموبيلك ولا موتورك تدور تتقلب على خدمه على هاد السيد هذا اللي خاصو الترجمه، تدخل تما تقول لهم عطيوني الناس اللي خاصهم الترجمه، تعطيك ليست ديال واحد لا ليست اللي ديال كاع الناس اللي خاصهم هذاك لو طرافاي. دونك هذا المشكل هذا انت بالنسبه لك محلول. بالنسبه لهذاك السيد اللي غادي يقلب غادي يحط لوفر، غادي يجي لو ماكسيموم ديال لي زوفر الناس اللي بغا يخدموا. دونك البلاتفورم تتكون مستافده حتى هي الوسط ديالها، انت فلوسك مضمونين، هو خدمته مضمونه. اكثر من هذا انه انت ديك الخدمه اللي دوزتي تيبقى لا تراسابيليتي ديالها تما. دونك واحد اخر جاي ما غاديش يقول لك عاوتاني عطاني السي في ديالك وفين دوزتي، غادي يدخل لو بروفيل ديالك تو سامبلومون، غادي يلقى لي كومونتير ولا لي فيدباك ديال الناس اللي ديجا خدمتي معاهم ديجا. دونك كلشي مستافد. دونك مستافد لا بلاتفورم اللي خدام فيها، مستافد انت ومستافد. ولكن دائما اللي مطلوب هو كي قلنا في الاول خاص يكون العدد. دائما شتي الا مشيتي شفتي لي زابليكاسيون لي سيت ويب بالضبط بالعدد هادو كاملهم تيلعبوا على ليفيكتيف. دائما خاص يكون عندي انا ليفيكتيف ديال لي فيزيت داخل عندي، يعني ليفيكتيف ديال الناس اللي تيستعملوا هذيك لا بلاتفورم. هذا هو اللي تيكون. الا كان واحد لا بلاتفورم تيدخلوا ليها 100 ديال الناس في النهار، ماشي هي وحده تيدخلوا ليها 10000 ولا مليون ديال لي فيزيت في النهار. دونك هادوك لي زوفر سواء بالنسبه لك انت كمترجم ولا سواء بالنسبه لهذاك السيد اللي تيقلب على خدمه، ماشي نفسهم متفقين. دونك دائما تيكون هذا الاشكال ديال ليفيكتيف الناس اللي تيستعملوا هذيك لابليكاسيون ولا تيستعملوا هذيك لا بلاتفورم. دونك هذا المثال اللي عطينا السي مهدي راه ديال الترجمه. الا جيتي تقلب كاين بزاف ديال لي طاش وحدين اخرين اللي حتى هما تيداروا بنفس الطريقه. يعني غادي نديرهم عن بعد، ما نحتاجش تجي تجلس معايا ولا ما نحتاجش ندير كلشي، غادي نديرو عن بعد. كنظن دابا كاينه شي خدمه ما يمكنلاش تترجم الديجيتاليزاسيون قليل يعني الى لي زارتيزون بيان سور. ورغم ذلك واخا هكاك تيبيعوا. لا شوف ماشي كيسيون ديال كاينين مهن اخرين اللي ضروري انه نجيب. مثلا عندي لاتولي ديال الطوموبيلات، راه ما نقدرش نصايب لك طوموبيل ا ديستون ولا ندير المينتونونس ا ديستون. ولكن هذاك حتى هو راه تلقاو معنا مستعملين الانترنت، راه داير اشهار المنتوجات، داير اشهار المنتوجات اللي تيبيع، داير اشهار لي سيرفيس اللي تيبيع، داير لي فيديو تيشرح للناس كيفاش تيدير هذا اكسيتيرا. دونك ما شوف راه تلقى راسك انهم فين ما كنتي
راك بحال مقيوس، ما تقدرش تقول انا. وانت تشوف بعينيك الناس اللي منعزلين وما بغاوش هذا، تتلقاه منعزل. باش هاد لي بلاتفورم اللي بغا يستافدوا منهم الناس، لي بلاتفورم اللي معروفين ديال الفريلانس، كاينين بزاف اخويا عمر. دونك حنا باش ما نطيحوش في هذاك لو بيج ديال انه راه تنصيفطوا للناس لواحد لا بلاتفورم اللي بغينا، ما مستافدينش، اللي بغينا حنا ما مستافدينش. ولكن الا مشيتي لجوجل تقدر دير غير فريلانس تكتبها، غادي يطلعوا لك لي بلاتفورم بزاف. وواحد القضيه باش نوضحها للناس اللي انتريسي بهذه المساله، لانه مهمه بزاف. راه ولات دابا مهنه، راه كاينين دول في العالم معترفين بها كمهنه. تيقول لك ما تهضرش معك على اساس باقي بحال عندنا هنا، راه تيدير شي حاجه في الانترنت، لا تيقول لك شنو تنخدم على المدخول ديالك، كلشي تينضي معك. دونك هذه القضيه خاصنا ناخذوها بكامل الجديه، انه راه كاينين ناس خدامين في هذا. دونك المساله اللي خاصو يعرفوها الناس في الفريلانس راه بحال التجاره الالكترونيه. الا كنتي مترجم فاشل في الواقع ديالك انت تما غادي تكون فاشل. دونك باش ما تتوقعش انه غادي تدخل للفريلانس غادي تلقى الناس تعيطوا لك ويصيفطوا لك تترجم لهم وانت تخربق ومدخل الفلوس. سي نيكزيست با. دونك ما كايناش هذه. دونك خاص تكون مترجم ناجح وكومبيتون، عاد تما غادي. غير لافونتاج انه الا كنتي خدام اون ريال، يعني ما خدامش في الفريلانس، واخا تكون كومبيتون بارفوا الفرص ديال انه تبين ديك لا كومبيتونس ديالك تكون ضئيله، سورتو في بعض المجالات ومنهم الانفورماتيك اللي عندنا في المغرب. قلت لك يلاه باقيين بادين، ماشي بحال الاخرين اللي في بلايص اخرين تلقى فريمون شي حاجه اللي ولات ايفيدونت عند الناس وكلشي تعرفها وهذا. دونك مساله مهمه جدا بدخل الفريلانس، خاصك تقرا على ذاك الدومين، خاصك تكون تتميتريزيه مزيان، خاصك تكون دوزتي فيه تجربه مزيانه، ولكن تما تسمح لك فرصه انه تبين ديك التجربه. يعني بمجرد تاخذ لوفر الاولى الاوفر الثانيه تبداو تلقى الخدمه مزيان، حتى لي سالير تيكونوا مزيان. رونطابيليتي بيان سور كتكون ديال مقارنه ولا كونكورونس وبزاف ديال الحوايج. يعني اش كتقول سي سفيان في الناس اللي وفات وكثار بزاف هما باش ينصحوا هاد الشباب هادو ديال دابا، كيقول له وياك الوظيفه، عندك وظيفه خصوصا الا كانت عموميه ولا شي حاجه، فهي ما كتضمن لكش ربما كتضمن لك واحد الاستقرار مادي بسيط، ولكن ما كتضمن لكش الغنى. وبالتالي كيستعملوا هاد لا فراز جو بونس ديال بيل غيتس ولا شكون هو، ابخي كيبقاو كيستعملوها بزاف باش يحاولوا الناس، باش يحاولوا بليتو يجيبوا عندهم الماكسيموم ديال الشباب. عرفتي السيم هذه حتى هاد القضيه هذه راه هضروا عليها الناس بزاف. انا شفت دي فيديو اللي هضروا عليها الناس بزاف، ولكن ما فيها بس نعاودوا نديروا ان غابيل بسرعه. شوف ما نبقاش نبيعوا الوهم للناس. كاين اللي تيبيع الوهم، وياك تخدم سالاري، وياك تخدم عند شي واحد، وياك دير الوظيفه شحال بيعطيك وشحال، على الاخر تلقاها جالس ما تيدير حتى وحده في هذوك. فوالا تيقول لك تنقذك من الفقر ولكن ما كتاديش بك للغنى. فوالا لا، وهذيك شوف خدام سالاري راه طبيعي انك راك محدود. خدام في الوظيفه العموميه حتى هي راك محدود، راه عندك واحد لو سالير اللي تيكون فيكس وصافي. دونك ما كاين هذه بفهمها اي واحد قلتيها عليه. ولكن اللي خاص نعرفوا هو انه ما نبقاوش تنبيعوا الوهم، سورتو الناشئه دابا الدراري اللي طالعين دروك تلقى تيقول لك ما غاديش انا ندفع ديك الخدمه اش بغيت ندير بها، شكون هذا بغى يخدمني انا يقول لي اجي مع الصباح انا بغيت نخدم. على الاخر تلقاه مسكين صافي درتي ليه التخدير ما بقى تيدير حتى حاجه. كاين اللي باقي في لافاز ديال التعلم اصلا وتيقول لك علاش غادي نقرا انايا اصلا. راه هو هاد الناس هادو اللي طالعين وداروا الفلوس وهادو راه بادين بدي سالاري وبادين حتى هما. شتي الا ما كانش كاع كنخدم سالاري في يعني في شركه ولا كنخدم موظف مع الدوله، غادي تلقاه خدم فريلانس في سوغ انترنيت. وملي تخدم فريلانس راه تخدم عند واحد راه تيقول لك عطينا هذه الخدمه بلاتي وتيسخسخك باش يخلصك اكسيتيرا. يعني ضروري تدوز هذيك التجربه. سالاري اون ديجيتال. دونك عاد غير في الانترنيت كيقول لنا تقدر تطلع، يعني تتبدا شويه دغيا تيبان ديك المردود ديالها مع راسك. ممكن دوز وقيته طويله ما خدامش هذاك السالير اللي كيعطي لك الوظيفه اللي قال ما بقاش في
سميتو فريلانس يعني كاين الريسك. وهاد الناس ما تيفهموش هاد القضيه عاوتاني انه تمشي تخدم في الفريلانس ولا هذا اللي قال لك انا ما بغيتش نخدم راسي. راه الناس اللي تنعرف انا خدموا راسهم وفعلا وصلوا راه دوزو كي قلت سي عمر واحد الفتره ديال التخسيخ ما كاين لا فلوس لا والو تيخسر من جيبو تكرفص وهذا باش يطلع. دونك شنو هو السي مهدي اللي مشترك دائما في هذا الشيء؟ تكون عندك العزيمه ويكون عندك اليقين ويكون عندك الصبر ويكون عندك اهتمام بداك المجال ومستعد تفني فيه حياتك وتفني فيه واحد المده طويله من حياتك. سينون بلا ما تبدا تكذب على راسك شي حاجه لانه بزاف ديال سورتو المراهقين دابا تيجي تيسولك هذا السؤال هذا تيقول لك شنو هي التخصص اللي مطلوب وسهل. ما كاينش سان اكزيست با صاحبي، ما كاينش شي تخصص مطلوب نهائيا. اللي كاين هو انه كاين انت عندك لا كومبيتونس وقادر انك تميز في هذاك الدومين تو سامبلو. اما باش تجي تقول شي حاجه راه سهله ومطلوبه ما كايناش. مشكل كبير هذا ديال شنو هو المجال اللي مطلوب. خاص الانسان يقلب على المجال اللي كيبغيه ويكون تيماتريز. هو كاين راه سايكزيست انه كاينين مع تطور الحياه اليوميه تختلف شي شويه الطلب على هذا المجال مقارنه مع هذا، ولكن هذا راه ماشي معيار. هذاك التفاوت ما نقدروش ناخذوه حنا كمعيار باش نحدد انا واش نمشي لهذا التخصص ولا نمشي لهذا التخصص. المعيار الاول اللي تيحدد ليا سورتو الناشئه، تنهضر على الناشئه تنهضر على لي بارون، هذه مساله خطيره في المجتمع عندنا. راه دابا الخطيره انه ولاو الاباء مقتنعين بهذه القضيه هذه ديال انه راه ولدي خاص نصيفطوا لهذاك التخصص لانه راه صافي مطلوب راه ضامن فيه خدمته. راه مساله خطيره جدا هذه. ولدك خاصك تخليه هو اللي يختار. الا كان انتريسي بلانفورماتيك شفتيه هو عزيز عليه لانفورماتيك مزيان، ولكن راه خاص فعلا يكون عنده داك الحس ديال الانفورماتيك. راه ماشي الانفورماتيك هو واحد اللي تيلعب في بابجي ولا تيلعب في شي سيت ولا صافي تنقول هذا راه كاين راه عزيز ولدي راه عزيز عليه الانفورماتيك ما عندها حتى علاقه بالانفورماتيك. الانفورماتيك سي اوتر شوز. دونك الا بان لي انا فعلا عنده الاهتمام بهذا الجانب هذا مزيان نخليه تما ونوريونتيه يمشي تما. بان لي عنده اهتمام بالميكانيك تيضل يحل في بيكالطو تيصايب نوجهه في هذاك المجال. دونك ليسونسيال انه نشوف هو الاهتمام ديالو فين تيرتاح، لانه هذاك السيد ولا هذاك ولدك ولا هذيك بنتك راه توقع انه انت غادي تمشي غادي تخليه وحياته هو غادي يبقى في هذاك الدومين. دونك سيل فو بلي ما تحطوش في واحد الدومين اللي انت غادي تمشي وتخليه وهو غادي يعاني حياته كامله وما حاملش هذيك الخدمه اللي تيجي. ما خاصش وسورتو في الانفورماتيك. دونك دائما تنرجعوا باش ما نضروش الموضوع ديالنا، لانه الانفورماتيك دابا كاين بزاف ديال لي بارون تيسولوا على هذه القضيه هذه. انا ولدي راه قالوا لي الانفورماتيك فيها كذا راه قالوا لي الناس اللي داروا الانفورماتيك راه قال لك اكسيتيرا التجاره الالكترونيه وبزاف كي بغيت ندير انا ولدي يمشي لانفورماتيك. دونك لانفورماتيك باش نوضحوا التيادين نعرفوها لي بارون يعرفوها الدراري ويعرفوها لانفورماتيك فيها مجالات. دونك حتى هي خاصك تكون عارف فين غادي تخصص. كاين مجال اللي خاص مثلا بالامن المعلوماتي. الامن المعلوماتي يعني بكل بساطه لا سيركولاسيون يعني لانفورماسيون. دابا تمشي سيغ انترنيت تدخل في الشركات عندهم لي بوست داخله انت تليفونك هازو راه لانفورماسيون داخله خارجه تصورك راه داخلين خارجين اكسيتيرا. دونك كاين الناس اللي ما عندهم لا علاقه لا بلي زابليكاسيون لا بلي كومبوزون ديال لي زاباغاي انفورماتيك، عندهم علاقه بالامن ديال المعلومه الرقميه. هذا هو التخصص ديالهم. بحال مثلا امين راغب اللي مؤخرا شفناه في سمول دار مداخله مثيره للاهتمام في البرنامج. دونك ديجا شي حاجه اللي فريمون تنفتخروا بها انك تشوف واحد وراه امين راغب تقريبا الجينيراسيون ديالنا ياك تكون بريسك كبر منا بكلكو زان 2010 2011 حتى انا كنت نتفرج بزاف في الفيديو ديالو فاش يلاه بدا. دونك واحد السيد اللي هذا الشيء كامل اللي تنقولوا دابا هو راه طبقوا. دونك عبره للناس اللي بتعلم وباش تشوف كيفاش تقاتل مع داك الدومين ديال الامن المعلوماتي. بقى فيه حياته كامله داك الشيء اللي تيدير عمره ما قال حيد عليا. ما كانش المده طويله اكزاكتومون ما كانش لا غونطابيليتي. راه كان واحد الوقت شتي لي فور اللي كان تيدير. انا كنت نتفرج في الفيديو تاعو داك لي فور اللي كان تيدير باش يوجد دي فيديو. كان تيصور اقسم لك بالله كان تيدروك
يدار دروك راه بيتصور بهم واحد لو شيفر كبير، وكان ديك الساعه ما تيدخل والو. سورتو الاشهار في المغرب على ليبوك كان رخيص، ما كانش الاقبال بزاف. ورغم ذلك مستمر. علاش؟ لانه هو لا سيكوريتي انفورماتيك ولا سيكوريتي ديال لي ريزو هذيك خدمته عاجباه مرتاح فيها، وهو راه باقي خدام فيها. دونك ولكن واحد القضيه بغيت نوضحها، الامن المعلوماتي لا بروغراماسيون سو سون دو شوز ديفيرون. دونك ما نخلطهمش. البرمجه مع الامن المعلوماتي راه مختلفين. دابا مثلا بحال امين راغب راه الخدمه ديالو هو الامن المعلوماتي ماشي مبرمج، ما عندوش علاقه بالمبرمجه. قلت لك تفرجت من 2011 حتى دابا تنتفرج في الفيديو ديالو. دونك تيدير لي كور، تيدير دي توتو، تيدير دي فورماسيون، تيدير على الامن المعلوماتي اللي بحكم انا مبرمج ما تنفهمش هذا، رغم انه بجوجنا راه تقول له انفورماتيك هذاك فن وهذاك فن. ولكن هذاك مختلف. وعاود ثاني هو ما عمرني شفتو تيدير لا بروغراماسيون. ما عمرني شفتو تيدير شي حاجه د لا بروغراماسيون ولا يهضر عليها يديطاي فيها. دونك الا كان تيكون شي حاجه دو فاسون جينيرال. علاش؟ لانه في البرلمان كان كاتبين خبير امن معلوماتي ومبرمج. دونك هاد جوج ديال لي ستاتير ما تيتجمعوش. اكطويلمون ما عمرني شفت شي واحد، مازال ما تلاقيتوش، هذا اللي مبرمج وفي نفس الوقت خبير امن معلوماتي، لانه مجالات كبار بزاف. راه الامن المعلوماتي شي حاجه اللي كبيره بزاف كبيره. دونك باش تكون فيها خبير فريمون بيخصك سنوات دونك والتجربه واكسترا. دونك هذيك خبيره ماشي غير جي وخذها في الامن المعلوماتي. دونك هذا الفكره اللي بغينا نوصلوا الناس، انه لانفورماتيك بوحدها وفيها مجالات مختلفين. كقلنا كاين لا بروغراماسيون، كاين الامن المعلوماتي. ولا دخلتي للامن المعلوماتي غادي تلقاها ثاني فيه بزاف ديال التخصصات، ولا دخلتي لا بروغراماسيون غادي تلقاها فيها بزاف ديال التخصصات. والتجاره الالكترونيه بوحدها ما عندها حتى علاقه بهاد الجوج هادو، سانا غيان افو. والمونتاج، الناس اللي تيديروا المونتاج الديزاين اكسيتيرا عاوتاني بوحدهم ما داخلينش في لا بروغراماسيون. دونك ان بروغرامور ما تيديرش الديزاين. يعني المونتاج. ان بون ديزاينر ما يمكنليش يكون ان بون انفورماتيسيان. لا اكزاكتومون. تقدر كاع انت ما تكونش انفورماتيسيان كاريمون، تقدر دير فورماسيون في الديزاين عادي. ولكن بالنسبه بحال مثلا مجالات ديال الامن المعلوماتي ولا بروغراماسيون ولا شنو تنقولوا الكوتي ديال الماتيريال، يعني الكوتي ديال لاركتيكتور ديال لي زاباراي انفورماتيك، هذاك عاوتاني تخصص بوحدو. دونك راه كل حاجه تتخدم بوحدها. شي اخويا ديما تشوف شي ابليكاسيون بالنسبه لك انت ابليكاسيون ما انستاليها في تليفون بيتيت تطلع عليها مره في السيمانه ولا كاع ما تطلع عليها، ولا المهم انت انستاليها وغادي تلقاها عند واحد 3 ولا 4 ديال صحابك. دونك تتبان لك انت شي حاجه عاديه ابليكاسيون. ولكن شتي ملي تكون عارف كيفاش تصايبات هذيك الابليكاسيون، كيفاش راه داغيير هذاك لو ترافاي كاينه واحد ليكيب قداش، ها اللي مكلف بالديزاين، ها اللي مكلف بلا سيكوريتي ديال هذيك الابليكاسيون، ها اللي مكلف بلا بروغراماسيون، ها اللي مكلف بهادي. دونك تتلقى بزاف ايكيب. بحكم تجربتي في هذا المجال ديال لا بروغراماسيون، راه تدخل السيت موقع شي بلاتفورم ديال لي كوميرس ولا شي موقع ديال لي كوميرس، تيبان لك شخص عادي تيبان له موقع خدام دي بوطون دي زانيماسيون اشهارات اكسترا، تيكليكي على هادي اجو او بانيي تيبان ليه. دونك ولكن ملي بحكم انا كنت امبليكي في هذيك ليكيب، راه بزاف ديال الناس، راه بروغرامور ولا مبرمج هو فقط واحد من هذوك الاشخاص. كاين واحد اللي مكلف بالديزاين ما عنده علاقه بلا بلاتفورم، لا هو فقط تيتكلف بالتصميم ديال هذيك الواجهه. كاين واحد اللي مكلف بلا جيستيون ديال لي برودوي اكسترا، البروغرامور ما عندوش علاقه بداك الشيء. دونك داك الشيء فاش يجي تيقول لك شي واحد واش مبرمج واش تعرف تصايب فيسبوك، واش تعرف تخترق شي كونت، هذا ما عندوش علاقه بلا بروغراماسيون. ديال صاحبي خلى ليا فيو عافاك لما اخترق ليه الكونت. شوف هاد القضيه هذه ديال المراهقين نهضروا عليها مهمه بزاف، لانه بزاف المرات تنصادفها عند الناس ديال انا بغيت نخدم هاكر، تيقولها لك انا بغيت نخدم هاكر. علاش؟ لانه هذا المشكل ديال المغالطات. تدخل للانترنت دابا تلقى الناس تهضر انا راه تندير الهاكر، دخلوا تيوريه شي ايكرون نوار
فيها كتبه بيضاء صافي راه تيدير الهاكر راه ماشي هو شي واحد لابس قبيه كحله وخدام في الظلام وخدام في واحد ليكرون كبيره كحله صافي راه تيدير الهاكر. بعدا هاد الهاكر بالمفهوم باش تنفهموا الدراري هكا ما كاينش، ما سا نيكزيست با. راه كاين فرق بين محتال وهاكر. نعطيك مثال، دابا انت المود باس ديال التليفون داك لو شيما ياك قدرنا اتاكيه لك، ولكن بدو فاسون ديفيرونت. نقدر مثلا نلوح شويه الغبره على التليفون نخليك تدير هكا ونشوف هذاك احتيال واش انا درت شي هاكر ولا درت شي تقنيه ديال ولكن امتى غادي نكون هاكر وغادي نكون خبير؟ هو الا قلتي لي الشريف هو تليفوني اللي سيكوريزي داير لي شيما هكا هو، شوف الا بانت لك شي طريقه جبد لي هذاك لو شيما. وفعلا انا بحكم الخبره ديالي في الامن المعلوماتي وهذا دخلت ولقيت ثغره في هذاك لو سيستيم اللي تمكنني انه نجبد هذاك لو شيما بلا ما ندير لك احتيال ولا هذيك تتسمى هكا. ولكن تخيل معايا واش انا تكون عندي هذه الخبره هذه كلها ونكون قادر انه نظام بحجم اندرويد ديال جوجل وبهذا نخترقه، يعني راه بيطلب مني واحد الخبره ديال كبيره. واش انا مسالي نمشي نخترق الكونت ديال عمر نضيع فيه وقتي ما غادي نربح فيه فلوس؟ دونك منطقيا دابا الناس خاصهم يبداو تيسولوا هذا السؤال. فاش يقول لي شي واحد راه انا هاكر اجي نخترق لك كونت تيعنيش انه هاكر. وديجا شتي لك كنت تنقول لك الخبراء في الامن المعلوماتي بالوظائف الاكثر طلبا ما كاينينش بعدا قلال. دونك باش غير تلقاهم يدير لك واش هاد الخبير الامن المعلوماتي مستعد انه يضيع لك وقت في واحد لو كونت اللي ما غادي يدخل منه حتى 2 دراهم الى كاع اتاكا ولقى لي دوني ولقى الصوف الا بي ديال الابتزاز ديال التصاور والمحادثات وهذا، يعني بطريقه غير شرعيه بيتربح الفلوس. في هذيك الحاله تتكون، ولكن هذيك راه ماشي خدمه ديال خبير في الامن المعلوماتي. واش متفقين؟ دونك خاص شويه الناس يعودوا ريزونيو، يعني يخدموا شويه ديال المنطق. ماشي اي واحد لقيتو داير شكون كيخاطبوا باسكو تينيجرز راه دابا الدراري دابا صافي كيمشيو وكينساقوا معاه. دابا خويا ماشي الدراري تيدخلوا تيلقاو شي واحد داير فيديو لايف وداخلين عنده الناس بمجرد هو ما تيرمي يعني تيشوف لي نومبر في اللايف داخله 1000 ما تيطرحش داك السؤال ديال انه هذا راه تيكذب. صافي تيمشي مع ديك 1000 تيقول هو 1000 كلها داخله، يعني هذا السيد اللي هذا الشيء تيقول راه صحيح وراه تينطبق حتى على الناس الكبار ماشي غير المراهقين. دونك خاص شويه ديال الغيزومون، ماشي اي واحد داير لايف راه صافي راه خبير. راه كي قلت لك الخبراء راه ما عندوش الوقت بعدا باش يضيع معك وقت في انه ياخذ لك كونت ديال الفيسبوك معاك ولا ياخذ لك يبيراتي لك. خاص يكون عنده مردود. فوالا اكزاكتومون باش لي بارون يمكن لهم يعرفوا هضرنا على التينيجرز، هضرنا على لي زادوليسون. باش هذاك لو بارون شنو هما لي فاكولتي اللي خاصهم تكون عند لي بارون باش يعرفوا الميول الفعلي ديال الابن ديالهم. شتي في لا ديجيتاليزاسيون في لا ديجيتاليزاسيون لي بارون مع اولادهم سي مهدي راه شويه صعيبه القضيه، راه صعيبه سورتو ان دابا لي سمارت فون لي طابليت الانترنت ولات اكسيسيبل لكاع افراد الاسره في الدار. باسكو هذا سي ان اوتر ديبا سي سفيان. كاين اللي عنده باغ اكزومبل اون طابليت ولا شي حاجه كيدخل تويتش كيدخل يوتيوب كيدخل دي زابليكاسيون دي ريزو سوسيو انسي دو سويت وكيوهم الاباء اللي غالبا فهمتي واخا يبلغوا ما بلغوا من لو ستاتي انتيليكتويل كيقول لهم بلي راه انا عندي مع لانفورماتيك بغيت نكيتي ليكول. بعض المرات اخويا مهدي ماشي عاتي يوهم لي بارون بمحض ارادته تيخليه تيقول لك راه داخل هذا وداخل لي فيديو في يوتيوب داخل هذا. خاص الناس يعرفوا انه هذاك الوليد اللي داخل الانترنت راه داخل العالم بحالو بحال اللي عايشين فيه حنا دابا بحال هذا، ولكن سي فيرتويال. عالم فيه اشخاص تتلاقاهم تتهضر معاهم. واش ولدك تبغيه باقي صغير يمشي يجلس واحد المجموعه ديال الناس اللي كبار وتهضروا في مواضيع شويه اللي حساسه وهذا تبغيه مثلا؟ راه ما يمكنش. غادي تقول راه غادي ياخذ منهم شي حاجه اللي خطيره، غادي يعلموه شي حاجه خايبه يقدر يستغلوا. وراه نفس الشيء ملي تطلقوا تيدخل لي فيديو في يوتيوب وتيدخل هذا راه في اي بلاصه غادي تلقى معاه واحد. دونك خاص الناس يعرفوا هذه القضيه. علاش جبناها على هذه المساله ديال اشنو خاص لي بارون يكون عندهم باش يعرفوا انه راه هذاك ولدهم ولا راه عنده ميول للانفورماتيك. دونك يوتيوب لي جو الاهتمام بزاف بالتليفون وهزو معاه ما عنده حتى علاقه. ماشي معيار كاريمون. شوف ماشي معيار تقريب، ما تقدرش كاع تقول راه هذا قريب، بالعكس هذاك راه يقدر يكون معيار اخر.
امتى تنقولوا انه هاد الوليد هذا راه عنده ميول الانفورماتيك. ديجا خاص يكون واحد المساله ديال لا لوجيك فين تنشوفوها بزاف هذا تنشوفوها في الرياضيات هي يعني الا شفنا هي اللي فيها المنطق بزاف، يعني ما فيهاش شي حاجه ديال الراي ديالي، ما فيهاش الابداع، ما كاينش ليموسيون، ما كاينش الابداع، ما كاين حاجه واحده، 1+1 تعطيك 2. دونك الا كنتي ايموسيونيل مثلا، ولا عندك حس الابداع، ولا تتحلل، ولا ما عندك ما دير في الانفورماتيك. انفورماتيسيان شي واحد غبي تحط ليه 1+1 تيقول لك 2 شوف الاكستريميتي ديال لا لوجيك، يعني توصل للماكسيموم ديال لا لوجيك في حياتك، تتولي هذه زائد هذه، دونك هذه وعلاش هذه وعلاش. يمكننا نفهموا سي سفيان بلي اللي ما كيجيبش باغ اكزومبل دي بون نوت في الماتيماتيك، ولا باش ما نربطوهاش بلي نوت اللي ما عندوش واحد لا مرتبطه بزاف بالرياضيات، مرتبطه بزاف. وتا الناس اللي مثلا في الليسي في الثانوي في الاعدادي تيفكروا مثلا في هذا راه خاص يكون عنده اهتمام بالرياضيات، يكون بالرياضيات، دونك بلا ما يبقى تيفكر في الانفورماتيك بلا مات. وراه الا مشى كاع من بعد في الجامعه وهذا راه تيفرضوا عليك الرياضيات كمعيار ضروري. دونك ضروري هذا. دونك باش تعرفوا من اللي بديا الا كان عنده هذا الحس ديال لا لوجيك ديال المنطق، وراه تيبان راه الدراري الصغار هما اكثر وحدين تيكون فيهم لا لوجيك بزاف. اي حاجه سولك عليها تيقول لك عطيني لا بروف علاش دايره هكا علاش. ولكن مع الوقت تيولي عنده داك حس النقد وشويه ديال التحليل وشويه ديال الابداع وشويه ديال لي زيموسيون اكسيتيرا. دونك الا كان ولدك تيبان لك عنده اهتمام بهذا الجانب عاوتاني ديال لي زيموسيون، راه غادي يكون مختلف التوجه ديالو، راه غادي يكون شويه. بالنسبه لي الانفورماتيك ما صالحاش ليه. سورتو واحد القضيه نوضحوها، واحد الدومين اللي فيه ستريس بزاف. دونك ماشي تنقول لك غير بحكم انه تنشتغل في لا بروغراماسيون راه صافي راه هي بوحدها اللي فيها ستريس. لا، تناقش مع ناس اخرين في مجالات اخرين بحال هكا السي مهدي وهذا تيعاودوا ليا. دونك لوطو ديال ستريس اللي تيكون في لا بروغراماسيون ولا في هذا تيكون زايد شويه مقارنه مع سورتو انه بارفوا تتلقى راسك مضيع 3 السوايع ديال تتقلب في شي قش كبير، تتقلب على شي حاجه صغيره، مضيع 3 السوايع تتقلب، وهذيك الحاجه هذاك الشخص اللي بيتقدمها ليه بالنسبه ليه سي غيان، ولكن انت راه هذاك هو المفتاح باش بيتكمل. دونك انا عطيتك هذا المثال. تخيل معايا مضيع 3 السوايع في وسط واحد الكومه ديال القش كبيره، تتقلب على شي لعيبه، هذاك هو الساروت باش بتكمل الطريق ديالك. ولكن هذاك الاخر تيقول لك واحد الساروت هذا جالس انت مقابلها 3 السوايع، هو كمل في داك الشيء الاخر، انت ما تقدرش تكمل. لانه علاش؟ لا بروغراماسيون سي د لا لوجيك، هذا تعطيك هذا اكسترا لي ريبيتيسيون كل ما ندخلوا في لي ديتاي، ولكن سي كوم سا. دونك خاص تكون انت قادر انه تستحمل هذاك الستريس. وباش تستحملوا على السي مهدي بحال كاع المجالات الاخرين، الوسيله الوحيده هو تكون انت عزيز عليك داك الشيء اللي تدير. صافي هذا هو المعيار الوحيد. كنتي تتكره شويه داك الشيء اللي تدير، كون على يقين 100% انك ما تقدرش تكمل حتى شهر ولا شهرين، غادي تلاش، غادي تحيد، وغتكون ضيعتي وقتك. دونك من الاحسن الواحد الا بغى يختار مثلا هذا يكون عارف هذه المسائل هذه، يكون فعلا مقتنع انه بيمشي في هذاك الدومين. والواحد عمره ما يدير شي حاجه اللي بغى يتمحن فيها حياته كامله. لا، هذاك هو اكبر خطا اللي كاين دي زيتيديون اللي ما تعطاتش لهم ربما فرص بجانب مادي باغ اكزومبل، عندهم ضعيف ولا هذا، وما لقاوش دي سونتر ادوكاتيف اللي يدخلوا لهم. هذا السي مهدي من بين لي زافونتاج ديال لانفورماتيك هو انه ما تحتاج وسائل ماديه بزاف. ماشي بحال مثلا دابا ثاني في المجال الادبي اكسيتيرا، راه خصك تشري دي رومون، كاينين دي رومون اللي تيتباعوا غاليين، وكاين لانفورماسيون. لا سوليوشن كاينه ديما هنا في لانفورماتيك كل شيء عندك اكسيسيبل، كل شيء عندك. يكون عندك بيسي بجينيراسيون قديمه تقدر تبدا به في لا بروغراماسيون، ماشي بالضروره انه دونك الا لقيتي ولدك تفرض عليك انه يكون عنده سيت اب ديال الاكران كبيره وداير وهذا، راه هادشي غير اعذار هذوك. اما المعيار هو انه انت تكون عندك اهتمام صافي. اما الادوات متاحين. انا تنستغرب بزاف للناس
اللي تيمشي في شي حاجه اللي متاحه سوغ انترنت وتيمشي تيدوز فورماسيون تيخلص عليها فلوس اكسيتيرا وهي راه متاحه. دونك انا بالنسبه لي هذاك الشخص ما يقدرش يكون ناجح في الانفورماتيك، لانه الانفورماتيك سيرتو لا بروغراماسيون من بين الحوايج اللي خاصك تكون تضبطهم باش تمشي هو انك قادر تجبد الانفورماسيون لراسك. الا ما خصوصا الا كانت متاحه متاحه خاصك تكون عندك ديك لا كاباسيتي. الا ما عندكش واخا انا نعطيك واحد شويه دابا وتمشي تخدم به، دابا شويه تعاود ترجع لي تقول لي عاود زيدني عطيني شويه اخرى، راه داك الشيء راه تقاد ليا وما يمكنش. خاص انا نعطيك الطريقه باش تبحث وسير كمل مع راسك وبدا تزيد من عند راسك. ياك واضحه هذه القضيه بيان سور ضروريه. ما كاينش ان باركور باغ اكزومبل بوست باك بالنسبه للناس اللي بغاو يكونسوليديو هذوك لي فاكولتي ديالهم كوغنيتيف و انتيليكتويل في الدومين ديال كاين من البكالوريا. دونك كاينين التكوين المهني ديجا معاهد ديال التكوين المهني فيهم لو ديفلوبمون انفورماتيك. يعني وخا الفكره المغلوطه نورمالمون اللي كتكون هي باللي راه الا درت التكوين المهني غادي نخدم مانيوالمون ما غاديش نقرا، راه سي اون فاز ديتود. بزاف ديال الناس مشاو للتكوين المهني وصلوا لدرجات فين تبان دكتوراه وفين يبان الصالير ديال هذا وفين من تما ولكن كانوا داخلين تما على حساب الدومين، ماشي داخل على حساب الدبلوم، داخل على حساب انه هو بغى يكسب تجربه في هذاك المجال، وداخل على اساس انه هذاك المجال صافي مستعد يكمل فيه مهما يكون المردود، هو بغى هذاك المجال. دونك الا كنتي تمشي بهذه الفكره هذه تسبق الدومين على الدبلوم والفلوس، كون على يقين الفلوس غادي تجي وغادي يجي الدبلوم. كنتي انت الاهتمام ديالك تتشوف غير شي حاجه اللي بغيتها الفلوس، راه سايكزيست ما كاينش. سي سفيان كي تشوف المحتوى الرقمي من هنا للقدام في المغرب؟ المحتوى الرقمي اخويا مهدي من هنا للقدام لاحظت بزاف سورتو رديت ليها البال في هذه القضيه هذه من خلال لانه حنا ديزانفورماتيسيان عايشين في هذا في الفيرتوال. خاصك تعيش في هذوك لي ريزو سوسيو. خاص مثلا انا تيك توك ما تنستعملش بزاف ولكن راه عندي في التليفون، راه خاصني نكون عارفه. ما يمكنش انت الدومين ديالك هذاك واحد النهار يسولك شي واحد على شي حاجه وتقول له شي حاجه اللي تيستعملوها الناس بزاف. دونك من خلال الملاحظه ديالي لاحظت اخويا مهدي بزاف انه المحتوى التافه غادي في التراجع. الناس بدات تتعرف شويه، كاين الناس اللي تعرفوا انه راه هذا الفيديو هذا مثلا راه تيدير ليا الاستغباء، راه السيد هذا راه تيبيع ليا الوهم، وهذا بداو الناس تعرفوا. تتلقى في التعاليق شويه شي تعاليق سلبيه على محتوى تافه، ولاو الناس كيبيعوا دورات وما الى ذلك في انترنت، انترنت اللي خاويه ما فيها والو، فيها افكار مغلوطه كثيره. هذا الموضوع ديال الدورات التكوينيه هذا موضوع اخر. حنا دابا تنهضروا على المحتوى اللي اكسيسيبل تو الموند، يعني ما تتخلص عليه والو، يعني تنهضروا على لي فيديو اللي تافهين اكسيتيرا. دونك هذا المحتوى كون على يقين اخويا مهدي 100% انه ما غاديش يستمر. هو شي حاجه اللي طالعه في لاكور، ولكن كون على يقين غادي تنزل. كي تيقولوا الناس القدام ما تيدوم غير المعقول. ما عمر داك الشيء ما غادي يدوم لك. كاينين الناس اللي من الحظ ديالهم داروا الفلوس من داك الشيء صافي زادوا في حالهم، ولا باقي مستمرين الا كاع مشى داك الشيء صافي راه دار على شرع كي تنقولوا. ولا ولكن انت باش تبازي حياتك وتمشي لهذاك التوجه باش ندير محتوى تافه ما يستافدوا منه الناس والو هذا. دونك كون على يقين انك راك قدرت انت تكون من دوك الناس المحظوظين دير شويه ديال الفلوس ومن بعد صافي داك الشيء يمشي وبقى داك الارشيف ديالك مليوح في الزبل في الانترنت، او لا تقدر تكون غير ضيعتي راسك ضيعتي وقتك خشيتي راسك في وسط التفاهه ومن بعد ما ربحتي والو. دونك هذا حتى هو احتمال وارد، ولكن اللي يكونوا متيقين منه انه في تراجع ماشي في تراجع بحكم انه الناس بحال قلتي ملات من داك الشيء، وليتي صافي ما طلعتي في الانترنت طلع عليك فيديو تافه. بارفوا تلقى شي موضوع تافه لا يستحق انه كاع نهضروا عليه، وتتلقى كل شيء تهضر عليه بنفس الطريقه كوبي. دونك تتعرف انه التفاهه في الاحداث ديال التفاهه ما كايناش اون كرياسيون، ما كايناش فوالا ما كايناش اون كرياسيون. راه هي علاش قلت لك تلقى كل شيء تهضر بنفس الطريقه. كون غير ما كان داك الموضوع التافه هذا هضر عليه في واحد القالب، هذا هضر عليه في قالب، خاص نقولوا التفاهه لا كرياسيون ديالها فيها الابداع. حنا التفاهه ما كاينش ابداع. بيان سور. سي سفيان الى قلت لك تعطي نصيحه مباشره للاباء، جوست اون اون سول فراز، نصيحه مباشره للاباء الا كان الولاد ديالهم مهتمين بالمحتوى الرقمي. نصيحه مباشره
اولا ردوا البال، هذه هي النصيحه اللي والثانيه هي اللي قلت قبيله، هذيك تنسطر عليها، ما تصيفطش ولدك لشي حاجه اللي انت عزيزه عليك ولكن هو ما حاملهاش، واحد النهار تخليه هو يعاني وانت تزيد في حالك. هذه سي تري نصيحه ليزيليف، الطلاب اللي كيقراو دابا في مرحله متقدمه من العمر شيئا ما، صافي دير من خصوصا صحاب الليسي، ربي عند راسك حس النقد، بمعنى اي حاجه شفتها سيغ انترنيت، اي واحد تلاقيت معاه سيغ انترنيت، اي واحد تعاود شي حاجه سيغ انترنيت، دائما نطرح داك السؤال ديال منين جاب هاد لانفورماسيون، واش صحيحه، واش شنو هو، علاش تيقول هذا الشيء هذا. دونك يكون عندي تساؤلات، ما نبقاش انا هو داك الميكروفون اللي عام حلولو تلقى الصوت تنكونفيرتيه وصافي ومستعملو. دونك رد البال لهاد القضيه هادي، ماشي اي حاجه تخرج سيغ انترنيت راه صحيحه. شنو هما لي 3 ابليكاسيون اللي كتستعمل بزاف؟ 3 ابليكاسيون اللي انت مدمن عليهم واللي كتستعملهم بزاف؟ دونك ce sont des applications professionnelles ما اللي تندخل لهم بزاف عندهم علاقه بالخدمه ديالك انت كمبرمج. فوالا صافي بليزير دو تو ريسيفوار سيدي سفيان، نشوفوا ان شاء الله في حلقه اخرى مي ديسكوسيون مع ضيف اخر. سيتي ان بليزير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيدي.